ان شاء الله هنعمل مع بعض تاني وصفة من وصفات نواعم العيد، وهتكون بسكوت المحلات بكل اسراره، بسكوت الزبدة بكيس الحلواني بطعم احلى واجمل من الجاهز بكتير. شكل ولون حلو جدا مقرمش وفي نفس الوقت دايب كمان. ونبدأ وصفتنا بسم الله. اول حاجة عندي نص كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوت او متعدد الاستخدامات، ولازم ننخله كويس، بندخل فيه هواء بيخلي البسكوت هش وخفيف. انا هعمل نص كيلو دقيق، لو حبيتي تزودي بتضعفي المكونات. بضيف للدقيق رشة صغيرة من الملح، وهضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليهم معلقة كبيرة من اللبن البودر، بتعطي للبسكوت لون حلو وقت التسوية ولون ذهبي من جوه وتعزز الطعم كمان. بقلبهم لحد ما يندمجوا ببعض واسيبهم على جنب. معايا هنا 300 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، اي نوع تفضليها. بنزل بيها في بولة العجان او المضرب، انا هنا هستخدم المضرب الكهربائي وممكن تستخدمي العجان لو متوفر عندك. هبدأ اضربها دقيقتين وهنزل عليها ب170 جرام من السكر البودر، ويفضل يكون مطحون في البيت ومنخول كويس قوي. بضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما اللون يفتح ويبقى كريمي. الخطوة دي بتخلي البسكوت هش جدا وخفيف. وكل وقت والتاني بنزل الجوانب عشان تنضرب مع الخليط. واول ما اوصل للقوام ده هش وكريمي هستخدم 2 بيضة، وضروري جدا تكون بدرجة حرارة المطبخ، لو ساقع هيفصل الزبدة والوصفة تبوظ منك. مش هنزل بالبيض مرة واحدة، بنزل بأول بيضة وعليها نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر، وعليها نقطتين من المكون السحري ده، بيعطي البسكوت تيست حلوة قوي وريحة كمان زي الجاهز بالظبط، وهو قصنص الحليب. بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني او من العطار. بخلط المكونات كويس قوي لحد ما البيضة تختفي، وبعد كده هنزل بالبيضة التانية. انا عامل البسكوت بنكهة البرتقال، عندي معلقة كبيرة من عصير البرتقال البودر. ممكن تستخدمي قصنص برتقال، وممكن تعمليه بنكهة جوز الهند، بتضيفي له قصنص جوز الهند. ولو حبيتي تعمليه بالشوكولات، بتشيلي من الدقيق معلقتين كبار وتضيفي مكانهم معلقتين كاكاو. بنزل بمعلقة عصير برتقال في ربع كوباية حليب بدرجة حرارة الغرفة، ما يعادل 70 ملي. بقلبهم كويس قوي واضيفهم للخليط واضربهم وانزل الجوانب. هبدأ انزل بالدقيق مرة واحدة واقلب من تحت لفوق بالسباتولا لحد ما الدقيق يختفي تماما. اول ما الدقيق يختفي بوقف تقليب، عشان البسكوت لو اتعجن كتير بيعمل عادي ومش هيطلع من كيس الحلواني وهينشف منك. عجينة البسكوت بتلزق بسيط وما تمسكش في الايد زي كده. بتكون سهلة التشكيل في كيس الحلواني. وده التيب او القمع اللي هنستخدمه، بيكون 3D، وده شكله بيكون انسب مقاس للبسكوت. بتجيبيه من عنده مستلزمات الحلواني او الادوات المنزلية، وممكن قمع البوتفور. بحطه في كيس الحلواني واحط فيه كمية صغيرة من البسكوت، نصه بس مش هملاه للاخر عشان ما يسيحش منك وقت التشكيل. وهضغط للاخر بخرج الهواء من الكيس عشان البسكوتة ما تشققش من الجوانب وقت التشكيل. هبدأ اجيب الصينية، بتكون مش مدهونة اي حاجة خالص. البسكوت بيتشكل على طول اول ما نجهز العجينة. بثبت كيس الحلواني على الصينية، ايد تضغط على العجينة والايد قافلة الكيس من فوق. بضغط واسحب واقف عند الطول المناسب ليكي. واول ما اخلص الصينية بسوي الحروف باي اداة، ممكن سكينة. بنخلص الكمية كلها تشكيل بنفس الطريقة. واول صينية بخلصها بدخلها على فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 رف اوسط. اول صينية شكلتها بدخلها 3 دقايق، وهبدأ اهدي النار عليها خالص واسيبه براحته. اول ما ياخد لون دهبي من تحت ممكن اشغل الشواية على يدي. بلف الصاج عشان ياخد لون من جميع الجهات، بياخد حوالي 25 دقيقة. واول ما ياخد لون حلو بطلعه واسيبه يبرد تماما. بيكون سهل خروجه من الصينية، وما تحاوليش تحركيه وهو سخن عشان ما يتكسرش منك. بتحتفظي بيه في علبة محكمة الغلق عشان ما يرطبش منك. وده بيكون شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خلصناه. ما شاء الله لونه جولد موحد، حلو جدا، هش ودايب وخفيف وكريسبي في نفس الوقت. عملناه بمقادير مظبوطة وتسوية مظبوطة جدا، من احلى البسكوتات اللي ممكن تجربيها. والنتيجة في منتهى الجمال. التزمي بالخطوات والمكونات وهيطلع معاكي بأحلى نتيجة. وكل سنة وانتم طيبين.